العقل وجمدان العقل، سبحان الله على هذا الكنز يا جدعان. فكرة ان دولة بالوعي ممكن تبقى من الدول المتقدمة، يعني الوعي ذات نفسه ممكن يوصلك للنجاح في اي جانب من جوانب حياتك. الذكاء لوحده ممكن يوصلك لأي جانب من جوانب حياتك، للنجاح في أي جانب من جوانب حياتك. فاهم الفكرة في إيه؟ ما بالك لو عرفت تجمع بين الاتنين وتوازن بينهم بخطة واضحة، روتين معين، تاخد بالأسباب، وتبقى عارف انت بتعمل كل حاجة ليه، انت ليه بتعمل كده. فاهم؟ فانت عندك الوعي اللي هو انا بعمل ده ليه، وعندك الذكاء اللي يوصلك لهدفك، ايا كان هدفك ده ايه بقى في اي مجال عموما. فلما تواجه تكسب قوة، تكسب شجاعة، فالشجاعة تجيب ثقة، فربنا يعززك ويكرمك أكتر وأكتر، فمع الاستمرارية والممارسة بتتطور. فهتوصل لفين؟ سبحان الله. هتوصل لفين تاني يعني، مع النعم التي لا تعد ولا تحصى دي. فاهم الفكرة في ايه؟ كل حاجة ربنا بيكافئك بيها، لما تيجي تتدبرها وتركز فيها هتلاقيها يعني الشيء اللي انت حققته ايجابي ده، في منه مشتقات كتير اصلا ايجابيه بتعود على نفسك داخليا وبتنعكس عليك خارجيا لما تيجي تتعامل مع الناس. لما تيجي يعني تبذل مجهود عشان تحقق اي هدف بالخطوات اللي انت بتاخدها في اي هدف، فبتلاقي التنوع والتطور تلقائي، لان العقل اتصمم على الاساس دوت، ان هو مع الاستمراريه في كل حاجه بيتطور، بيدمن اي حاجه فيها تكرار. فتخيل لو انت برمجت عقلك على كل حاجه ايجابيه ممكن تعملها، نعيم دنيا واخره، اقسم بالله.